السؤال الثاني هو: هل رسول الله في دين السقيفة كان يسب ويلعن الصحابة بغير ذنب؟ هل رسول الله في دين السقيفة كان يسب ويلعن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بغير ذنب؟ يعني يسبهم وهم لم يرتكبوا أي ذنب؟ الاختيار الأول: نعم، رسول الله يسبهم بدون ذنب. أم لا؟ حاشا لله. من يجيبون على هذا السؤال؟ انتظروا الاتصالات. معنا هذا الأخ. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالك يا ذو الفقار؟ الحمد لله أخي العزيز، وأنت كيف حالك؟ الحمد لله. حياك الله. يا سني. حياك الله حبيبي. طيب، نعم تفضل. رسول الله كان حتى لو يغلطون الصحابة لا يسبهم أصلا، يحييهم على هذا الشيء. إذن الإجابة لا يسبون. أي صح، لا يسبهم. جيد، دعونا نتأكد من الإجابة. هل الإجابة صحيحة أم لا؟ أخطأت. الإجابة نعم، كان يسبهم بدون ذنب. طيب، أسألك سؤال أنا. لا، دقيقة، نشاهد الدليل أولا. الدليل هنا طيب. صحيح مسلم صفحة طيب. 1400، يقول: باب من لعنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجرا ورحمة. والحديث عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان، من هما؟ لا نعلم، فكلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضباه. هل رسول الله يتمالك نفسه عند الغضب؟ يقول: فلعنهما وسبهما. رسول الله لعن هؤلاء الرجلان وهم لم يفعل أي شيء، فلعنهما وسبهما. فلما خرج قالت عائشة: قلت لرسول الله: يا رسول الله، لمن أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان؟ قال صلى الله عليه وآله: وما ذاك؟ رسول الله لا يعلم ماذا فعل. قلت: لعنتهما وسببتهما. قال: أو ما علمت ما شرطت عليه ربي؟ رسول الله وقع شرط مع ربه، ما هو؟ قلت: اللهم إنما أنا بشر، فأي مسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. إذن رسول الله يخرج إلى السوق، فأي شخص يغضبه يقوم بلعنه وسبه، وهو القائل: ليس المسلم بسباب ولا اللعان ولا البذيء ولا الفاحش. فهل شاهدت أخي العزيز كيف أن رسول الله سب هؤلاء الرجلان وهم لم يرتكبا شيئا طيب. وليس هو أهلا طيب، بسألك لذلك؟ سؤال. سؤال؟ هذا برنامج أنا من أسألك يسأل. سؤال. أنا من يسأل أخي الحبيب في هذا بس البرنامج. أنا بسألك سؤال. نعم تفضل تفضل. بس أنت تسب أم المؤمنين عائشة رضي الله لا، عنها، إيش دليلك يعني إن غلطت بحق النبي يا ذو الفقار يا الشيعي يا زق؟ لماذا تسبني يا حبيبي؟ لماذا تسب؟ لماذا تسب أم المؤمنين؟ شاهد معي دقيقة. أنا أسب أم المؤمنين؟ أنا لم أسب أم المؤمنين. بلي شاهد أنت معي. تسبها. أنت كنت دقيقة سني، لماذا دقيقة تشيع؟ حبيبي. أحب أخي أسأل. الحبيب أخي الحبيب، دقيقة. هذا فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مجلد السادس، طيب. صفحة 265. شاهد معي أخي الحبيب. وفي الباب حديث أخرجه النسائي وابن ماجه بإسناد حسن من طريق التيمي عن عروة عن عائشة قالت: دخلت على زينب بنت جحش فسبتني. زينب تسب أم المؤمنين عائشة، يعني أم المؤمنين زينب تسب أم المؤمنين عائشة، يعني أمي تسب أمي. فرضعها النبي فأبت، فقال لي رسول الله، قال لعائشة: سبيها. أم المؤمنين عائشة تسب أم المؤمنين
زينب. فسببتها تقول عائشة حتى جف ريقها في فمها، فرأيت وجهه أي وجه النبي يتهلل، عجبه، فرحان متونس. أم المؤمنين تسب أم المؤمنين. هل شاهدت أخي الحبيب من هو الشخص الذي يسب أم المؤمنين؟ إنها زينب. أنا لم أسب أم المؤمنين. هل من افتهمت أخي زينب الحبيب؟ ذي؟ أول مرة ها؟ أسمع. من أول مرة زينب؟ أسمع فيه. أول مرة أسمع فيه اسم زينب. عجيب أخي، لا تعرف من هي زينب؟ لا أعرف. زينب أنا هي ديني أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة فقط. صحيح، أنا هذا دينكم، هذا دينكم. عندي عمر وأبا بكر أكبر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إياك أن تكون شيعي وتقول أنت سني. ماذا؟ إياك أن تكون شيعي وتقول أنا سني، أنا لا أحب هذه الألاعيب. قسم بالله. أوه. قسم بالله إني سني. أنت تضحك أخي. شكرا لك أخي، أخذ اتصال آخر. شكرا لك، بارك الله فيك، حياك الله.